هو في الاخر مفيش خطا تحكيمي مؤثر، لكن هنتكلم على لقطات. لقطات نتكلم فيها، يعني مثلا اللعبه بتاع سيد معوض، انا اتفق معاه ان ما في سيد معوض يا كابتن سيد موجود في الاستوديو. كابتن سيد معايا ماشي، عشان هو موجود في الاستوديو بس. حسين الشحات اللي في الدقيقه 8 لا ترقى لوجود ركله الجزاء نفسها، نفس المعيار بتاع علي معلول، اليد اللي في الظهر، اللمسه الخفيفه او ده في التحكيم ما فيش فيها ركله جزاء، لا ترقى لاحتساب ركله جزاء سواء اللعبه دي او اللعبه دي، واتفق معاهم واتفق مع بس هو يا كابتن ده ظهره للسيرد باك، يعني علي كان الاثنين كتف في كتف، انما ده ظهره للسيرد باك. حسين الشحات ما كانش شايفه اصلا. ما هو المشكله يا كابتن احنا بندور على الخطا يا استاذ محمد، بندور فيه هو مسك دفع ارقل، الحاجات دي مش موجوده، يعني في الاخر الاحتكاك لا يرقى لوجود ركله جزاء. انا بتكلم هو مفيش خطا موجود عشان نحسب ركله جزاء عليه. اللعبه اللي بتتكلموا عليها موضوع طب الثانيه اللي داس فيها على صباع رجله دي؟ لا دي مش فيها حاجه خالص، ده ما فيش تلامس. اللقطه اللي ورا الجون جابت ان ما فيش تلامس بين الرجل والرجل، كان ممكن يدي فيها كمان سيميوليشن، بس هو اكتفى ان ما فيش فيها ركله جزاء. لكن اللعبه اللي بتكلم فيها اللي انتوا بتتكلموا عليها بقى موضوع الطرد طاير جهاد جريش طاير من هنا ضربتين الجزاء. هم كانوا لا انا بتكلم تحكيم يا كابتن محمد. لا خلاص انت ادرى مننا. لا انا بتكلم كتحكيم. احنا اللعبه بقى بتاع نص الملعب، على فكره كان اثنين لعيبه مش واحد بس اللي راح نص الملعب النادي الاهلي، كان رايح انفراد اثنين لعيبه مش لعيب واحد. مظبوط، بيرسي تاو اعتقد وكهربا. بس ليه مش كارت احمر؟ والمعيار ليه؟ احنا بنتكلم الكارت الاحمر، لازم معايير الكارت الاحمر تبقى موجوده في الفرصه المحققه. المعايير 4، الناس منهم معيار واحد بننزل من الكارت الاحمر للكارت الاصفر. المعايير ايه؟ ان انا ابقى مسيطر على الكوره او في مسيطره مستقبليه، دي موجوده. ان انا ابقى عدد المدافعين هم رايحين انفراد، مفيش عدد مدافعين. طب الحاجه الثالثه ان انا ابقى مواجه للمرمى او في مواجهه رايح للمواجهه للمرمى. الحاجه الوحيده اللي نزلت اللي قللت الكارت الاحمر للكارت الاصفر هو المسافه. المسافه دي لا تسمح بوجود فرصه محققه من نص ملعب النادي الاهلي رايح او من نص الملعب رايح لانفراد. ما انا رايح لوحدي يا كابتن. ما هو كابتن، ما هو الاكفا بيفسرها بايه؟ تفسير القانون بايه؟ ان ممكن في عندك مدافع سبرنتر يوصل يلحق اللعيب، وبالتالي الانفراد بالمسافه الكبيره دي لا يمكن يتم اعتباره فرصه محققه.